كانت بتنام على كسرة نفس، ويكون جواها السد منيع ما بين الفرحة وبين الأصل. يا عيني دي شاربة الذل في مصر، والحلم اللي بيكبر جوه بيصغر ليه قدام الناس. فستانها الأبيض والزفة، ونجاحها العملي في بداياتها والطب الكفة، وعيال أصواتها ترج البيت تكتب على الحيط: حققت الأحلام يا صبايا، ربنا يرزقكم بالعفة. النوم غفلان، ما هو اسمه النوم، والعمر بيجري وبيعدي، هيسيبنا عرايا بلا أي هدوم. وتشاور على حلم امبارح يصبر حبة، وبفضل الله بيكون سحاب السما عبة، وبتشتي ترخ وبتنطق خير، وتعيش على أمل الجاي أحلى، والدعاء بضمير. ربك بيهون لعباده، لكنه بيختبر الصابرين. والبنت يا عيني سهرانة الليل على نغمة حزين، بتشوف برواز النص الأول من الصورة، أيام تحسدها عليها بنات، وبتسمع أغنية الجنات عن عشق وحب ونكر الذات، وتسافر بالحلم بعيد، بتشق الحيط اللي في ظهر البرواز وتعدي. والنص التاني من الصورة يا دوبك حلمين على قدي، والباقي مرار. أنا مين هيطبطب بعد أمي ما هتطلع فوق؟ أنا مين يسندني غير أبويا طول عمره في ظلي، وسفينتي هو اللي يسوق؟ أنا مين يديني فلوس علشان كل اللي معايا خلاص خلاويص؟ وكبرت في دماغي أكمل عمري في دار عواجيز. ده أنا وأنا وسط الناس في شبابي عشت وحيد، يبقى بعد الشيبة ووش اللي اتكرمش هنهيص. بيكون أحيانا والله عندك حق في تفكيرك، ومحدش مهما زاد علمه يقدر يحدد لك سيرك. يا رب ارزقني بصيرتي ازاي اعرف الحكمة في تدبيرك، والله يا رب ماليش غيرك.